السلام عليكم. بص يا سيدي، هحكي لك الحكاية من أولها وبكل بساطة. أصل الواحد من دول كان بينام، يصحى يلاقي كريستيانو رونالدو بيجري ورا كورة في ملعب. فجأة لقيناه بيجري ورا المأذون، ورا كاميرات السينما، ورا البنوك. أرقام فلكية تخلي الواحد يبص للقرشين البيض اللي محوشهم لليومين السود. وهو قاعد على الكنبة كده الواحد يجيله اكتئاب، يخليه يكلم نفسه. تعالوا نحكي الحكاية من أولها ونقول إيه اللي حصل مع الدون. أصل الدون ما بيعرفش يقعد كده فاضي. إيه جدعان، ده لو فكر ياخد أجازة هيروح عليه ملايين، ما ينفعش يفصل حتى. طبعا الكل صحي على خبر عابر للقارات قالب السوشيال ميديا: رونالدو هيمثل، لا وكمان هيتجوز. يا حلاوة. الحكاية وما فيها إن الكابتن قرر يسيب ملاعب الكرة شوية ويدخل عالم الفن، هوليود، بورصة الفلوس اللي توجع الدماغ. قام يا سيدي عمل إيه؟ عمل شركة إنتاج جديدة اسمها يو آر مارف ستوديوز، بالشراكة مع المخرج ماثيو فون، المخرج العفريت اللي عمل أفلام كينجز مان، اللي فيها بدل شيك وناس بتطير في الهوا وبتاكل في الجو. الشركة دي طلعت فجأة كأنها طالعة من تحت الأرض. فجأة أنتجت مسلسل جديد اسمه داي 1 اس. المسلسل ده بيتكلم عن إيه بقى يا ترى؟ عن كواليس ووكلاء اللعيبة في بريطانيا والفلوس اللي بتترمي. طبعا رونالدو مش هيكتفي أبدا بإنه يقبض وخلاص وهو حاطط رجل على رجل. ما عملنا شركة إنتاج يلا ننتج، لا لا، ده هيشارك بنفسه في التمثيل وظهور خاص في المسلسل. يعني هيمثل وهيقبض وهيبص للناس من فوق لتحت. ده غير ان في اسامي تانية تقيلة معاهم في المسلسل ده، زي مثلا النجم داميان لويس وتيري هنري. يعني الشغل فاخر من الاخر، هيتكلف ملايين وهيخلي الناس تخش تتفرج وهم مش مصدقين نفسهم، وهم بيتفرجوا على كريستيانو رونالدو وهو بيمثل. يا جماعة ملايين هتتصرف بالهبل. لو اتحطت كانت زمانها بنت برج في وسط البلد وتسمى الشارع كله باسم البرج كمان. بس تقول ايه، كريستيانو بيجري ورا الشهرة بزيادة، بس المرة دي الشهرة في السينما ما كفهوش شهرة الملاعب. استنوا بقى، ده لسه البداية. ومش دي المصيبة ولا حتى الحكاية، لا، المصيبة الأعظم اللي مجننة الناس هي جوازته من الهانم جورجينا، واللي عاملة قلق ووجع دماغ في السوشيال ميديا كلها. الخاتم الألماظ اللي طلع بيه في الصورة، وقالت ده خاتم الجواز، خاتم الخطوبة بعد 4 5 عيال. طلع تقولك احنا اتخطبنا رسمي. وقالوا كمان ان هما هيتجوزوا. الكلام ده اتقال 1000 مرة ومفيش مرة بيحصل فيها جواز. تفهمش ايه اللي بيخلي الدون يرجع عن تفكيره ويراجع نفسه ويقول لا 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 لا، مش هتجوز دلوقتي. ما هي قاعدة معاك في نفس البيت يا باشا. غالبا خايف من المسؤولية بتاعت العيال. جورجينا عاملة قلق وربكة، وإن الفرح المفروض كان يبقى بعد كأس العالم. اتأخر ليه؟ كل شوية طالعين بخبر شكل، تسريبات شكل. مرة يقولوا الفرح في جزيرة ماديرا في البرتغال، في كاتدرائية تاريخية عمرها مئات السنين. ومرة يطلعوا يقولوا لا، جورجينا مش بتاعت الحفلات الكبيرة والزحمة، بتتخنق يا قلبي. عايزين يعملوا فرح عادي عائلي هادي كده بسيط. يا راجل، هو في فرح عائلي هادي هيبقى بالمليارات دي؟ هو في حد عاقل يصدق ان فرح يحضر فيه نص مشاهير الكوكب وملايين البشر اللي بتصور واللي بيتفرجوا من ورا الشاشات هيكون هادي وبسيط؟ الخيال والبحبوحة اللي الناس دي عايشة فيها تخلي الواحد يبص لطبق الفول والطعمية اللي قدامه على الترابيزة ويحس انه محتاج يراجع حساباته مع الكوكب ويعتزل السوشيال ميديا من غير رجعة. كل ده غير اكشن الملاعب اللي مش بيخلص ويجيب جلطة. يعني الراجل مش مكفيه الفلوس اللي بتنزل عليه زي الرز، ولا مكفيه التمثيل وشركة السينما الجديدة اللي هتعمل عمايلها، ولا خطوبة عابرة للقارات. ده نزل ماتش والجماهير اللطيفة المستفزة، قصدي كانت لطيفة فعلا وبتدلعه، فضلت تصوت في المدرجات وتقول بصوت واحد ميسي ميسي. ده طبعا خلى الدون دمه يتحرق وبقى في حتة تانية من العصبية، وراح عامل حركة كده بإيده للناس. مش عارفة أقول لكم إزاي. إيه حركة يعني صعبة جدا.
حركة مسيئة، حركة معيبة، قول اللي زي ما انت عايز. والناس قامت بقى اتقلبت على السوشيال ميديا، عملوا فيها قضية وحكاية، وعايزين يوقفوه ويطبقوا عليه لوايح وقوانين تخليه بطل كورة خالص. يعني بدل ما الواحد يركز في الماتش والأهداف، بقى الشغل دلوقتي هو رونالدو عمل ايه، وايه الحركة اللي عملها، وجري فين، وبص ازاي، وعايزين غرامة. الغرامة دي ممكن تدفع حركة واحدة بس تخليه يدفع ملايين بسببها. يعني الموضوع طلع بقى من بعد شركة سينما، ومن بعد جوازة مع جورجينا في كاتدرائية ضخمة فخمة في البرتغال، لغاية حركة مسيئة في الملعب. هو ايه اللي حصل لكريستيانو بعد كأس العالم؟ ايه اللي خلاه دماغه تتقلب 180 درجة؟ تفتكروا حكاية الشركة بتاعت السينما دي كانت موجودة في تفكيره من قبل كأس العالم؟ على ما أعتقد. وأكيد الموضوع مترتب له، لأن دلوقتي بدأوا فعلا تصوير المسلسل، وفعلا كريستيانو سافر عشان يصور مشاهده. هل فعلا الموضوع مترتب له من قبل كده؟ يعني كان كريستيانو داخل كأس العالم ومش في باله كأس العالم، وكان مركز في السينما والجواز واللي بيحصل؟ مش عارفة، بس على ما أعتقد كريستيانو هينجح في السينما، وخصوصا إن ليه محبين كتير هيحبوا يخشوا يتفرجوا على كريستيانو في مثلا فيلم هيعمله هيبقى من إنتاج شركته، وهيروحوا أكيد. ده غير المسلسل الجديد اللي بيتعمل دلوقتي أصلا. يعني الموضوع شكله كده فيه حكايات كتير، وبيتقال إنه هيكشف حكايات وفضايح بتحصل ما بين الوكلاء بتاعة اللعيبة اللي موجودين في أوروبا. المسلسل بدأ يتصور فعلا في لندن، وبدأ فعلا ياخد شكل رسمي، والشركة أخدت كمان شكلها الرسمي. أما حكاية جوازته بقى من جورجينا اللي طول النهار لما العيال وبتجري بيهم من مكان لمكان، وتلبس الألمازات والضوافر اللي كده، وتجيب لك براند شنطة وتقول لك احنا اللي عاملينها. لا 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 لا، ده انا طلعت براند باسمي هدوم رياضية. ايه حكاية جورجينا اللي كل يوم والتاني يقول هتجوزك هتجوزك وما بيتجوزهاش؟ لما نشوف آخرة المرة دي هيحصل ايه؟ هيحصل جواز بجد، ولا زي كل مرة كريستيانو هيديها المقلب التمام بعد ما يتفقوا وكل السوشيال ميديا تتكلم، فجأة الكلام يسكت وما يحصلش الجواز، وهي الست صابرة وساكتة وقاعدة ما بتتكلمش أو بتفتحش بقها؟ كفيها بس حبة الألمازات اللي هو بيلبسها لها، والبراندات اللي عايشة غرقانة فيها، ده غير الفسح اللي في الطيارات الخاصة واليخوت الخاصة وما أدراك بقى. المهم في الموضوع إن كريستيانو دخل سكك جديدة من بعد كأس العالم. إيه اللي هيحصل الأيام الجاية هنتابع مع حضراتكم، وهل فعلا هيكون في غرامة ووقف الكريستيانو بعد الحركة المسيئة اللي عملها في الملاعب؟ محدش فاهم. عموما كده كده هنتابع اللي بيحصل، وهنشوف لو في فعلا غرامة ولا الموضوع هيعدي ويخلص. يا ريت تعمل لنا بقى لايك على الفيديو، وكمان تشترك معنا في القناة. هنفرح جدا انك هتبقى معانا. كل يوم هنحكي حكاية، وكل يوم هنفاجئك بمفاجأة. استنونا في حلقة جديدة، ومستنيين اشتراكاتكم، ومستنيين لايكاتكم الجميلة. ويا ريت كمان تكتب لنا ايه رأيك في اللي عمله كريستيانو في الملعب، وهل هتفكر انك تتفرج على المسلسل اللي هيعرضه كريستيانو وهيمثل فيه، ولا ايه رأيك في جوازة جورجينا؟ هتقعد تستنى الفرح؟ مستنيين تعليقاتكم وتقولوا لنا ايه رأيكم، احنا بنقرا التعليقات. اسيبكم في امان الله، السلام عليكم.